تحت شعار تضامن عطاء إنسانية، قام جمعية الخير بلا حدود بتوزيع مجموعة من المحافظ المدرسية في بلدية صفصاف بولاية مستغانم، وذلك بحضور رئيس البلدية ورئيس الجمعية. التغطية لموسى بالعيد من مستغانم بالصوت نزيه بالعيدي. تزامنا مع الدخول المدرسي وتحت شعار تضامن عطاء إنسانية، عزمت جمعية الخير بلا حدود لولاية مستغانم على العديد من الأعمال الخيرية في سبيل مساعدة أطفال العائلات الفقيرة والمعوزة. وفي أجواء من التضامن والتآخي انطلقت المبادرات الخيرية لجمعية الخير بلا حدود في توزيع 50 حقيبة مدرسية، مستغلين بذلك طاقاتهم في نشاطات هادفة تعود بالفائدة على هؤلاء المعوزين. باش يكون في علمكم أن هذه الحملة انطلقت سوف تنطلق من هنا بفحوصات طبية يقوم بها أطباء إخصائيون وأطباء عامون، وكذلك نقوم بها بالكشف المبكر عن داء السكري، وكذلك هناك أخصائي نفساني يقوم حاليا بالعملية والحملة التأسيسية حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم بين النساء. وكذلك كما راكم تشوفوا الاطفال اليوم مرشد على طاهر راه يقوم بمسرحيه فكاهيه، وبعدها يجي الاخ بدون يقوم بنشاطات مسابقه حول نشاطات الاشغال اليدويه والمسابقه في الرسم. وسوف ننهي هذه الحمله التضامنيه بتقسيم 50 محفظه لفائده الايتام والمعوزين التابعين لبلديه الصفصف. وجاءت هذه المبادرة بمشاركة العديد من الأطباء والأخصائيين. بأدبة أصالة عن نفسي ونيابة عن مدير الصحة والسكان وإصلاح مستشفيات ولاية مستغانم، ونيابة عن جميع عمال الصحة على المستودين على مستوى الولاية، نرحب بإخواننا الضيوف على هذه المبادرة، ونتمنى أن تكون لها استمرارية وأن تكون مبادرات ميدانية جميع طول السنة. نشكر على الضيوف اللي قاموا بهذه العملية التضامنية لمواطني المنطقة النائية ببلدية صفصاف، ونتمنى إن شاء الله تكون مواعيد أخرى. هذه المبادرة بدورها تدخل البسمة والفرح إلى قلوب الأجيال الصغيرة التي قد تعيقها ظروفها الاجتماعية والاقتصادية القاسية عن إكمال مشوارها الدراسي لولا التفاتة ذوي القلوب الرحيمة. عجبني